السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على القنطره اللي كتربط ما بين، كما كتلاحظوا الاخوان. ها هي انا عملت لكم الشكل ديالها بين مرتيل وسيدي عبد السلام، يعني ازله. كما كتلاحظوا يعني على بعد امتار قليله، يعني الواد كيفصل مرتيل على سيدي عبد السلام. يعني باش تمشي من مرتيل الى ازلا خصك تطلع حتى لتطوان، خصك تضرب 10 كيلومتر، مع العلم ان هنايا امتار قليله يمكن لك تمشي من هنايا توصل. المهم الاخوان، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم الاماكن ديال القناطر، ونتمنى ان شاء الله هذه القنطره تعدل في اقرب وقت لفك العزله على بين مرتيل وسيدي عبد السلام، وكذلك فك الضغط على مدينة تطوان. المهم كما كتلاحظوا الإخوان، هذه هي مرتيل وسيدي عبد السلام، والواد ديال مرتين هو هذا الواد اللي كاين في مدينة تطوان وماجي، وكيصب هنايا في الحدود بين مرتيل وسيدي عبد السلام. هنا هاد الموطع هذا راه ما كاينش القنطرة الجسر، ما كاينش كما كتلاحظوه. هنا الناس ديال اللي في مرتين بغاو يمشيو لسيدي عبد السلام غير ممكن، لا راجلين ولا بالسيارات، خصهم يطلعوا حتى لتطوان، خصهم الإخوان يطلعوا حتى لتطوان، ومن تطوان يمشيو على كويلما، عاد يمشيو لسيدي عبد السلام، وديك الساعة يمشيو لأزلا ونوادلا وما تبقى من الشواطئ الأخرى. لاحظوا الواد الإخوان ما فيه حتى شي قنطرة، وكنتمناو هذا الواد هذا هنايا في الجهة هذه تعدى القنطرة بين الديزة وسيدي عبد السلام. المهم في هذا الفيديو انا عملت قناطر على الخريطة، المهم انتم عادي تشوفوها، ويعني عطيت يعني قناطر على الواد كامل من مرتين الى حتى الخرشة تطوان، شحال القناطر خصهم يكونوا يعني. المهم كما كتشوفوا هنا في هذا الموطع هذا ضروري خصها تكون القنطرة، وإعادة تهيئة هذه البحيرة ديال الديزة، وإعادة جريانها إلى ووصلها بالبحر وتنظيفها. وهنا تعدل جسر قنطرة، جسر للعبور إلى شاطئ سيدي عبد السلام والأزلا. المهم الإخوان كما كتلاحظوا، اللي بغى يمشي لأزلا من مرتيل، تشوف حتى لين خصو يمشي، أولا لسيدي عبد السلام، تشوف خصك تطلع حتى لتطوان وتمشي حتى لكويلما، الرامبوان ديال كويلما، وتدخل على حي كويلما كما تلاحظون. هذا هو الإخوان حتى هنا 10 كيلومتر باش تقطع من أزلا سيدي عبد السلام وأزلا، مع العلم أن كاين تما بضعة أمتار، يعني خلف هذا الطريق هانت هنا في سيدي عبد السلام. يعني قنطرة هنايا مهمة جدا. يعني هاد الواد يعني مفرق ما بين سيدي عبد السلام ومرتين. لاحظوا الإخوان، خصك تجي من مرتين وتبقى ماشي شحال ديال الطريق باش توصل لسيدي عبد السلام. شوفوا هذه هي الطريق اللي خص الانسان اللي في مرتين عنده السياره خصو يجي حتى لهنا. شحال الطريق خصو يضرب؟ خصو يضرب 10 عاود يرد 10 اخرى باش يوصل لسيدي عبد السلام، ومن هنا كتمشي على ازلا وادلا وانت ماشي. وهنا والطريق كان يمكن له تعدل بجسر بقنطره فقط، وتفك العزله على هذه وتربط مرتين بسيدي عبد السلام. كنتمناو هذه القنطره تتعدل، وهي كانت عادي تعدل على ما اعتقد في 2018 ولا 2016. المهم كانوا علين يبداو فيها، ولكن توقف المشروع ما عرفناش علاش.
نتمناو دابا إعادة الكرة وتعدل هاد القنطرة، هاد الجسر هذا يربط. راه الناس اللي في مرتين باغيين يجيو لسيدي عبد السلام ولا الأزلة ولا يمشيو نوادلاو، راه خصهم يطلعوا حتى لتطوان. وكتوقع واحد العرقلة كبيرة في مدينة تطوان، والناس اللي ماجين من أزلة ومن وادلة ومن الشاون من الحسيمة باغيين يمشيو لنفرض المرتيل أو الرينكون أو نسبتها، يمكن لهم يجوزوا من هنا، ما يطلعوش حتى لتطوان، وتوقع عرقلة كبيرة خصوصا في فصل الصيف. يعني من هنا يمكن لهم يمشيو في حالهم على الرينكون، يدخلوا المرتين، يمشيو لسبتة. من هذا الاتجاه هنا الا كانت القنطره الاخوان، شوفوا الا كانت القنطره هنايا، هذه هي الدخله ديال هذيك. المهم الاخوان دابا باش نعطيكم القنطره الشكل ديالها، غير الشكل يعني تقريبي وصافي. شوفوا الاخوان، تخيلوا معنا القنطره هي هذيك، يعني الجسر يجوزوا منه السيارات والناس. هنايا عاود غادي نعطيكم شحال د القناطر خصهم يكونوا هنايا الاخوان. عاود هنا مع هذا الرامبوان هذا خصهم تكون تما عاود جسر قنطره ضروري. علاش؟ باش فك يعني باش ما يوقعش الضغط على قنطره واحده. هنايا عاود نزيدوا الاخوان نعطيكم شحال خصو يكون. حنا ما عادي نعملوش بزاف، حنا نعملو غير شويه. هي كل ما كان المنافذ ديال القناطر، كل ما كيقل الاكتضاد والكثافه ديال عقلة السير والسيارات، كيتقسموا الاخوان. عاود هنايا الاخوان، هنا في هذا الموطع هذا ضروري خصها تكون هذيك، تشوفوا قريبه على الطريق، والقنطره هنا سهله. شوفوا يعني المسافه قريبه، ضروري خصها تكون هنايا قنطره هنا في هذا المكان هذا. يعني من مرتنا الاخوان الى الخرجه تطوان كاين جوج القناطر، كاين جوج القناطر. لاحظوا الاخوان هنايا، هذه هي القنطره ديال التركس. نهار اللي عدلوا هذه الطريق هذه الدائريه، كان التركس كانوا عدلوا هذه القنطره، ولكن هذه القنطره هذه ما عندهاش الرامبوان. يعني اللي ماشي من هنايا هيدا خصو يمشي حتى الكويلما، ما عندوش الحق يجوز من هنا، ما كاينش الرامبوان باش تقطع من هنايا. يعني هنايا هذه قنطره، هذه القنطره هذه ما عندها حتى شي حاجه، يعني ما كتفكش حركه السير، يعني لا تفيد حركه السير. يعني خصك تمشي حتى الرامبوان ديال كويلما وترجع عاد تدخل من هنايا. اذا تدخل من كويلما، اذا كلشي كيتحرم في كويلما، في الرامبوان ديال كويلما القنطره هذه خصها تكبر، توسع وتعدل الرامبوان هنا باش تبقى تدخل وتخرج كما كتلاحظوا. هذه هي. وكاين القنطره ديال كويلما الاخوان، والقنطره ديال بوعنان. ولكن الطريق من تطوان الى ازلا، الى سيدي عبد السلام ازلا وادلا، كاين قنطره واحده الاخوان هذه كما كتلاحظوها. هذا طريق واحده اللي كاين هنايا، هي هذه ديال كويلما، لاحظوها هذه اللي كاينه. وفي فصل الصيف كتجبر هنايا دوله ديال الناس، واحد العرقله، طريق مشبره السيارات الى حتى الرامبوان، وكتوقع واحد العرقله. وهاد الطريقه اللي ماشيه محطه كامله كتجبرها عرقله، والطريق اللي ماشيه جايه اخرى على لامبيكا كلشي عرقله. حتى الرامبوان كيوقع فيه واخا عملوا يعني دابا تخفت شي حاجه، ولكن في الصيف كيكون كارثه. هنا الاخوان هنايا القنطره ديال البوعنان ديال المحطه الطرقيه، هذه قنطره ديال البوعنان. كاين جوج القناطر الاخوان اللي هذه كويلما ودبوعنان قدام بعضهم. على شوف الواد قداش هو فيه جوج ديال القناطر. هذيك دابا هاد الخرجه تيتون ما كنهضروش عليها. هنا الاخوان هنايا في هذا قريب الرمان، هنايا في هذا الواد مرت، هنايا في هذه الجهه هذه خصهم يكون قنطره. هنايا الاخوان تحت الحمامه، تحت الرامبوان ديال الحمامه، من هنا ضروري خص يكون هنايا القنطره باش يفك العزل على هذه الجهه هذه، باش هاد الناس هادو ما يمكن لهم يقطعوا من هنا، ما يمشيش حتى الرامبوان ديال البوعنان باش يدخل للبوعنان، يمكن له يدخل من هنا. وكذلك الناس ديال طابوله حتى هما خصهم قنطره هنايا قدام الحي ديالهم. حي هنا الناس طابوله ضروري خصهم
من هنا الانسان يمشي لبعنان، يمشي يمشي لمارتين، هنايا ها كما كتلاحظوا داك حي طابوره الاخوان ضروري خصو يكون عندهم واحد القنطره تما. دابا انا كي تسمى هنايا عطيت هذا هذا النموذج هذا يعني مصغر، هما كنخص بزاف ديال القناطر، بزاف ديال القناطر الاخوان. دابا نعطيكم مثال بين باريس، نهر السين اللي كاين في باريس فرنسا، فوق يعني فوق ديك الواد هذاك 37 قنطره وجسر، يعني بما فيهم للراجلين للمشاة وللسيارات 37. غادي نمشيو لامستردام مع الاخوان، نهر امستردام، نهر امستل في امستردام في 1200 تقدر ب 1200 قنطره وجسر على ديك في الواد ديال امستردام. وفي فينيسيا 472 قنطره وجسر. وحنا في مدينه تطوان ما عندنا جوج ديال القناطر، يعني كيوقع واحد الاكتظاظ، واحد الاكتظاظ. والواد وحنايا عندنا الواد خاوي عام كامل كتجبر فيه شي شويه د الماء، هادوك عاملين قناطر عام كامل الواد كيكون عامر والعمق ديالو كبير. يعني هما صعيب يعدوا القنطره لان ماشي صعيب، ولكن يعني الواد دائما عامر وكبير وواسع. حنايا عندنا الواد دائما خاوي فيه شويه د الماء، يعني سهوله بواحد السهوله يعدوا القنطره. نتمنى هذه الرساله توصل وتعدل هذه القنطره هذه. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، السلام عليكم.